فيديو بعنوان أول مباراة رسمية بدون كابتن سيد عبد الحفيظ. معلش بس أنا عندي كلمتين محشورين في زوري ومش هينفع أسكت من غير ما أقولهم. أولا، أنتوا رحتوا نمسا ليه؟ رحتوا تركبوا عجل؟ ثانيا، المهاجم الجمهور صوته اتنبح علشان مهاجم وفي الآخر ما عرفتوش تأيدوه. ثالثا، فين كابتن سيد عبد الحفيظ؟ مش لاقية سبب ولا مبرر لحد النهارده ليه كابتن سيد عبد الحفيظ يمشي، ومحدش يقولي لو كان موجود كان هينزل يلعب. لا، ما كانش هينزل يلعب، بس اللعيبه كانت هتاكل النجيله. اقسم بالله لو كان موجود في المباراه دي كان رجعهم مصر ماشي، اقسم بالله كان مشاهم على ايديهم. رابعا، كولر عنده ثقه زياده ومغرور، ورضا سليم وامام عاشور جايين منبهرين بالجمهور جايين يتفرجوا. لازم كولر واللعيبه يزرعوا جواهم يعني ايه اصرار ويعني ايه تحدي، وما ينفعش الاهلي يخسر، ويعرفوا يعني ايه قيمه تيشيرت الاهلي. رابعا بقى، وده الاهم، احنا بنعاني بقالنا سنين من التحكيم الافريقي، لحد النهارده الحكم عليه علامه استفهام كبيره. لازم نعرف في ايه. في ضربه جزاء ما اتحسبتش الكهرباء، وفي هدف صحيح ملغي لكهرباء. وبعدين انتوا رحتوا السعوديه برابطه المعلم تعملوا عمره وتنزلوا صور. لازم نفوق. انا خلاص يا جماعه قلت الكلمتين اللي محشورين في زوري. خلاص بقى ندعم كل الدعم للاهلي واداره الاهلي ولاعيبه الاهلي. كان لازم نفوق، ويمكن المباراه دي هتفوقنا ونرجع لعهدنا. والوحيد اللي لازم يتشكر في المباراة دي هو الجمهور. كل الشكر اللي في الكون مش هيوفي حقكم أو تعبكم يا أعظم جمهور.